السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيام من مطبخ أكلات أم البنات. النهاردة هنعمل مع بعض بانيه بطريقة حلوة بتتبيلة مميزة جدا، وهنشوف مع بعض النهاردة ازاي نطلع لونه ذهبي ولونه حلو واللحم بتاعه من جوه يكون لونه أبيض. وكمان هقولك على خطوات وتريكات تثبت معاكي القشرة بتاعة البانيه وما تفكش منك أبدا. بينا نشوف المكونات والطريقة مع بعض. معايا نص كيلو من البانيه، ومعايا بيضاية، ومعايا زبادي، ومعايا معلقتين دقيق، والبهارات بتاعتي معايا معلقه صغيره من الكاري، ومعلقه صغيره من الثوم البودره، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعايا معلقتين صغيرين من البصل المجفف. ده بيبقى شكله اهو. هو ده البصل المجفف، بتلاقيه في السوبر ماركت وممكن تلاقيه عند العطاره الكبيره. ده بيبقى شكله. ومعايا الملح بتاعي. بينا نكمل وصفتنا مع بعض. هحط هنا البضايه، ومعايا معلقتين من الزبادي كبار. ضروري ان الزبادي ما يكونش فيها اي سوائل خالص علشان الوصفه بتاعتنا تنجح معانا. حطيت معلقتين زبادي كبار، وهبتدي اضيف التوابل بتاعتنا اللي هي معلقه صغيره من الكاري، ومعلقه صغيره من الثوم البودره، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعلقتين صغيرين من البصل المجفف. ده بيبقى شكل البصل المجفف بتاعه. وهحط كمان الملح بتاعي، اظبط الملح وابتدي اخلط المكونات كلها مع بعض. قلبت المكونات دي كلها كده مع بعض بالطريقه دي كده. هبتدي انزل بمعلقتين الدقيق بتوعي. انا هنا حطيت البصل المجفف ليه؟ فايدته ايه؟ بدل ما احط بصل مبشور ويخلي القشره بتاعت البانيه بتاعتي تفك او اضطر احط ميه بصل، لا، البصل المجفف هنا هيديني نفس الطعم، بل بالعكس هيديني طعم احلى وريحه حلوه جدا للبانيه، وهنشوفها مع بعض بعد ما تجربوها ان شاء الله. هنا بعد ما ضفت معلقتين الدقيق، ممكن الدقيق يزيد معاكي او يقل على حسب حجم البضايه، ومعلقتين الزبادي هما دول هيبقوا السوائل بتوعنا، فعلى حسب البضايه ومعلقتين الزبادي هنشوف الدقيق. انا هنا احتجت معلقتين دقيق بس، وده القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده كده. انا عايزاه يكون سميك شويه عشان يمسك معايا على الفراخ ويديها طعم حلو. وبعد ما قلبت الخليط بتاعي كويس، هبتدي اجيب البانيه بتاعي وابتدي انزله في الخلطه كده بالطريقه دي. البانيه انا غسلاه كويس بليمون وبملح، وبعد كده سايباه يتصفى، او الاحسن ان انت تنشفيه بمناديل مطبخ. انا مش عايزه فيه نقطه ميه، اي ميه فيه هتخلي الخليط اللي احنا عاملينه دوت يخف ومش هيمسك على البانيه. لا، انا عايزه الخليط يبقى ماسك على البانيه بالطريقه دي كده. تمام. نجيب قطعه تانية ونعملها اهو كده. مش عايزه الخليط يبقى خفيف عن كده، هو ده السمك بتاعه اللي مظبوط. هكمل باقي الكميه ونرجع نكمل مع بعض. وده كده شكل البانيه بعد ما تبلناه. عايزه اقول لكم الريحه بتاعته خطيره جدا. البصل المجفف بيديله ريحه وطعم بجد مميز جدا، احلى كتير من البصل المبشور او ميه البصل. ده كده البانيه بتاعنا اهو زي ما شايفين. هسيبه بقى في التلاجة ساعتين 3 يوم. ممكن الفه بستريتش واشيله في الفريزر بالطريقه دي، يبقى جاهز معايا على القلي في اي وقت. انا هسيبه في التلاجة ونرجع نكمل مع بعض. وده كده شكل البانيه بتاعنا بعد ما عدى عليه يوم كامل في التلاجة. هنبتدي بقى نغلفه بالبقسماط. انا معايا بقسماط ناعم جايباه، اللي هو الاكياس العاديه اللي بتتباع، متبلاه بس بشويه ملح وفلفل اسود صغيرين. اهم حاجه رشه ملح عشان التتبيله اللي بره ما تبقاش عادبه. يلا نكمل الطريقه مع بعض. ودلوقتي هنتبل البانيه بتاعنا في البقسماط. هجيب قطعه كده من البانيه، افردها كويس وابتدي اغطيها كويس جدا بالبقسماط، وراعي ان انا وانا بغطيها كده اضغط عليها جامد علشان البقسماط يلزق فيها وما تفكش مني في الزيت. الطريقه دي كده. الناحيه التانية اضغطي عليها جامد كده اهو، وننزل منها اي زياده بالطريقه دي كده. واهم حاجه واحنا بنعمل البانيه بالحبه والتانية هنبتدي ننخل البقسماط بتاعنا بالطريقه دي كده. بعد ما نخلنا البقسماط كويس، احنا نخلناه عشان القشور ديت، واحنا بنشيل البانيه وبنحطه في البقسماط بيبتدي يقع من الخليط بتاعه فبيعجن بالطريقه دي. فعشان اطلع البانيه كله اول قطعه زي اخر قطعه لازم انخله بالطريقه دي كده. هي خطوه مش هتاخد مني وقت، هنخله بس كده بالطريقه دي ويفضل معايا البقسماط بتاعي نظيف، وابتدي اتبل بيه باقي البانيه. ده كده شكل البانيه بتاعي بعد ما تبلته كله بالبقسماط. بينا نقليه مع بعض كده. هبتدي انزل بالبانيه بتاعي. بسم الله. خلي النار عندي وسط، مش عاليه قوي ومش واطيه قوي.
اول ما يبتدي يطفي كده على الوش ويتشمع من الناحيه التانية هبتدي اقلبه كده بالطريقه دي. بسم الله اهو. انا نفتح الناحيه التانية شايفين جوه حلو ازاي والقشره بتاعته مفككه خالص. هنشوفه برده مع بعض بعد ما يطلع من الزيت. وده كده شكل البانيه بتاعنا بعد ما طلع من الزيت. شايفين لونه عامل ازاي؟ بينا نفتح واحده مع بعض ونشوف تسويتها كمان من جوه اهو كده. بسم الله. شايفين لحمه من جوه ابيض ومستوي وهو ماسكاه بشوكه من ناحيه واحده والقشره بتاعته ثابته متفكش خالص. وبعد ما تطلعيه من الزيت اهم حاجه حطيه على شبكه، ما تحطوش على طبق فيه مناديل عشان بس ما يطرش والقشره بتاعتك ما تطرش منك. طلعيه على شبكه وبعد كده حطيه على طبق فيه مناديل بعديها بشويه اهو بالطريقه دي كده. اتمنى الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم واشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده. مع السلامه.